السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. دلوقتي بقى تعالوا نعمل لأول يوم فطار لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى الحمام ما شاء الله، يعني اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا بقى فككوا كده وطلع من الطبق بكل سهولة، عشان خاطر ان احنا حاطين الكيس في قعر الطبق. تمام. وكمان ايه، هسيبه بقى اول ما تفتحي عينك كده الصبح. بصراحة ده انا كنت مطلعاه كمان من قبلها بيوم بالليل كده، حطيته في التلاجة، طلعته من الفريزر وحطيته في التلاجة بحيث كده يهدى من الفريزر، والصبح كده طلعته من الايه من التلاجة يهدى بقى خالص لغاية ما يجي وقته. تمام. جبت كده حلة معايا على النار وفيها المية المغلية دي، وحطيت الملح والكمون. هنعمل ايه؟ هنسلق ورق عنب. ورق عنب بقى نزل في السوق وحلو جدا، فجبنا كده ايه نص كيلو، فنعملهم كده جنب الحمام. الحمام مش عايز اكلات دسمة علشان خاطر الرز اللي فيه. فالورق عنب من الاكلات الحلوة الخفيفة يعني، فحلو جدا ومناسب جنب الحمام. يا دوب بس يغير لونه كده، هو نازل طبعا اخضر اهو، فاول ما يغير لونه اعرف ان هو ايه اتسلق معايا واستوى. وهروح حطاه كده على طول في الطبق. وبعد ما هخلص الكمية هنزل ايه هشطفه تحت المية تحت المية، ان انا اخليه اشطفه يعني من اي تراب برضو، من اي حاجة. واوقف كمان عملية التسوية بتاعته. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة وكومنت منكم بيسعدني. كمان معايا التغذية دي اللي احنا عملناها مع بعض، وحطيت كده شوية من الزيت، وطبعا متحيقة بملح وفلفل وكمون وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر. وعايزة تحطي سنة من الشطة، عايزة تحطي بهارات حطي. تمام. وطبعا معايا الرز مغسول حلو جدا، وهنقلبه كده على قد يعني تحطي كده الحاجة متوازنة. ولازم تكون مخضرة كده، وزي ما انتوا عارفين لازم احط كزبرة خضراء بعد ما بنطلع التخديعة، عشان خاطر تبقى الخضرة مصحصحة معايا كده. تمام. خلاص خلصت كده ايه، جهزت الرز وجهزت كمان الورق العنب اهو. وكمان تعالي نعمل ايه ارضية للحلة قبل الحشو كده. معايا بقى بصلاية بصلاية كده على قد مثلا الحلة كده حجمها قد ايه. بصلاية متوسطة الحجم او بصليتين، وطماطم وفلفل رومي. عايزة الاكلة سبايسي حطي فلفل حامي. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش عارفة ليه بقى الصيام بقى صعب معايا اليومين دول. فهل حد زي كده تعبان في الصيام كده ولا ايه؟ يعني اثناء الصيام لا مفيش اي حاجة، بعد الفطار تحس ان الواحد كده في دنيا تانية وفي حاصل له حاجة غريبة. حطيت في الارضية كده ملح وفلفل اسود، وهحط كمان سنة من البهارات. تمام. وحطيت توم باودر كمان. نقلبهم بقى حلو كده وبايديا كده علشان خاطر تفككي كده البصل كده. وشمي بقى الريحة كانت خرافة. تمام. حطي بقى شوية من الزيت واحشي على طول. وكمان يعني هوريكم بس كام صباع كده، وهديهم هما بقى ايه يكملوا، وانا اعيش حياتي في المطبخ مع نفسي. يمكن تعبانة كده في اول يومين كده علشان خاطر واقفة في المطبخ. مش عارفة الصراحة. تحسي كده صوتي متغير كمان، صح كده؟ بصوا بقى تمسكي الورقة كده على حسب الحجم اللي انت عايزاه، وتلفي اول برمة ويمين وشمال وتبرمي بقية البرمة. حلو جدا. الورق عنب من اسهل الحشوات وجميل جدا.
يمين وشمال وتلفي، تحطي الحشو يمين وشمال وتلفي. بصوا الورقة دي كبيرة، فانا هقسمها نصين، ممكن اقسمها على 3. انا بصراحة من الناس اللي انا بحب الورق العنب يبقى صغير كده ومنمنم، ما بحبوش كبير. ف... فممكن تقسمي الورقة على 2 وعلى 3 كمان. يا رب ارحمنا يا رب. بصي بقى اديتهم الورق العنب هم يكملوا، وده كمان التعصيج اللي احنا كنا برضو عاملينه مع بعض هسيبه برضو يفكك كده علشان نعمل ايه، صينية رقاق. تمام. وكمان طلعت طبق تاني علشان خاطر قلت ممكن احتاج منه، بس يعني فاض منها يعني. قلت احسن طبق مثلا يخني وانا مبقاش واخده بالي ان هو يطلع كميه قليله، فطلعت طبق بزياده. تمام. دي كمان الكفته اللي احنا عملناها مع بعض. بصوا بقى ما اقولكوش، طلعت حكايه وكانت طعمها من احسن الاطعمه بجد، كانت على السفره، كانت خرافه بجد. فكل حد بقى كده شاف الطريقه وعجبه الطريقه بتاعت الكفته اعمليها وبقلب جامد، وكانت طعمها بجد خرافه. هسيبها بقى تفك كده، دي كده صفين تحت وصف يعني دول كده 4 صفوف. فهسيبها بقى تفك شويه كده وبعد كده اطلعها. حطينا بقى كده الشوربه بقى هنحطها تغلي على النار، ونحط بصلايه ونحط جزرايه وكمان طماطم، ونعزز كده الشوربه بتاعتي علشان خاطر انا عايزاها للورق العنب، وعايزاها للرقاق، وعايزاها كمان لملوخيه. فكانت عايزاها دسمه، انا عايزاها تبقى حلوه. تمام. وبعدين دي شوربة حمام، فخليتها كده غنية وهننزل بقى اول ما الشوربة تغلي معايا، هنزل بقى بالحمام. طبعا الحمام فك معايا، بصوا فك معايا، بصوا بقى طري ازاي. هقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله وهننزله. واول بس ما يتكتك معايا ويغلي معايا هنوطي عليه، وهسيبه من ساعة لربع الساعة، واطفي عليه من غير ما اشوفه ولا من غير اي حاجة، من ساعة لربع الساعة واطفي عليه، وان شاء الله ما يفكش معاكي ويبقى زي الفل. انضفه بس من الرز على قد ما نقدر علشان خاطر ما يبقاش الشوربة بتاعتي كلها رز. دي اللي هي كانت مفكوكة معايا، حطيتها والحمد لله يعني ما فكتش يعني. تمام. بصوا بقى نغطي عليها كده واسيبها بس متهوية سيكة، والم بقى حاجتي واشطب مطبخي كده، والحوض مخليه اول باول ما فيهوش اي حاجه، علشان خاطر كمان وقت ما يبقى عندك حد، وخصوصا في رمضان بتبقى دربكه من اولها يعني. بصوا بقى فكيت ال الكفته، رصيتها اهو كده. تمام. وكمان خلصنا الورق العنب، وحطيت كده بس افضل نفسي كده. وتعالوا بقى نعمل مع بعض ايه، صينيه الرقاق. عارفين كانت هنا الساعه كام؟ كانت الساعه 3:30 وكنت مخلصه والحمد لله. بصوا هنعمل بقى صينيه الرقاق. الشوربه دي سخنه طبعا، ولازم تبقى سخنه، ويستحسن ان هي تكون على النار. بس انا عشان انا عارفه انا عامله ايه وبعمل يعني انا عارفه دماغي يعني، انا اللي هو بقى مبقاش عارف ده يبقى يسيبها على النار. انا عارفه ان هي دي سخنه، والرقاق بتاعي مش مستحمل كمان، رقاق رقيق وحلو جدا. فمناسب لي ان انا اطلعها كده. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قابل بقى الرقاق كده من الظهر ومن الوش كده، ودهن الصينيه بتاعتي سمنه وزيت، علشان خاطر الزيت مش هيخلي الرقاق بتاعي يلزق، وهيخليه مورق وحلو ويديله لمعه كمان. تمام. هحط كمان 4 رقاقات من تحت و4 من فوق. عايزة تزودي 5 و5 براحتك، بس أنا عملتهم 4 و4.
طلعت واحدة كبيرة من الصينية كده شوية عادي، هكسرها واحطها، مش هتبان بعد التسوية. كمان بقى ننزل بالورق العنب، شفتوا، باللحمة المفرومة. يا رب يكون حاجة كنت ظاهرة قدامكم كده. خلاص هحط بقى كمان بقية الأربعة والم بقى مكاني، ومخليش ورايا دربكة كده. هحط بقى في الجوانب سمنة علشان يتكتك معايا ويبقى حلو، وهولع عليها وهسيبها تستوي براحتها. هسيبها تستوي براحتها ازاي؟ ان انا هكون حاطه الشياطه دي وموطيه النار، وهسيبها وهروح احط. عايزه تقفي عليها تشيلي الشياطه وتعلي عليها النار، لكن انا هسيب الشياطه وهوطي عليها واسيبها مع نفسها نص ساعه من هنا ونص ساعه، واقلبها واحطها الناحيه التانية نص ساعه برضو. تمام. هنحط الليمونه دي على الورق العنب. بصوا دلوقتي كانت الساعه 4، وهعلق على الورق العنب. الحمد لله كنت ماشية بترتيب والوقت وبالساعة كمان، عشان خاطر اخلص قبل المغرب. واللي ساعدني على كده ايه؟ ان انا كنت مجهزة الحاجة معاكم من قبلها بفترة. التجهيزات دي فرقت معانا طبعا. انتوا طبعا عارفين ان انا بحب احط من التخديعة دي كده من على الوش الورق عنب بقى، كرنب ايا كان ايه. بحب احط التخديعه دي، بتفرق في الطعم، لما بنساها بتضايق جدا. حطيت بقى الشوربه بتاعتي، اصفيها بس كده علشان ما يبقاش فيها نازل فيها حاجه. هنا انا كنت خلاص تقريبا، لا ما كنتش طلعت الحمام. كنت طلعت الحمام يا جماعه، لا كنت طلعته. كانت الساعه 4، لا كنت طلعته. بصوا بقى نقلب صينيه الرقاق. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى جميله ولونها ذهبي وحلوه قوي. هدهن بقى في الصينية تاني سمنة وزيت. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ما شاء الله. بصوا كمان نزلت بكل سهولة. هي خلاص هقعدها بس يعني مقام مثلا ربع ساعة تلت ساعة وهلاقيها استوت معايا. حطيت بقى مع شوية من السمنة كده علشان خاطر خلاص. كانت الساعة 5:10 كده تقريبا، أو 5:15، ونحمر الحمام. وعايزة أخلصه، ولو عايز يتسخن أسخنه في الفرن عادي، بس أخلص منه وأحمره. أنا ما بدخلوش الفرن، بحس إن هو في التحمير أحلى. طبعا حطينا شوية من الزيت مع السمنة علشان خاطر ما ينفعش السمنة نحطها لوحدها. ما تحمريش الحمام في الزيت بس، هتضيعي كل حاجة عملتيها وهتضيعي طعمه. اهم حاجة نحمر في سمنة. نقطع بقى الرقاق وكده. كنا خلاص خلصنا، وبرده هنا كانش لسه المغرب أذن. كانت مخلصة بس ايه، بجهز بقى خلاص بشطب. اني نطش بقى الكفتة بفحم. بصوا بقى ما شاء الله لونها حلو قوي، وما كشتش قوي يعني. تقريبا كشت بس مش قوي. بيرجع لنوعية اللحمة. وبس كان طعمها كانت خرافة. اغطي على طول واكتمها كده علشان خاطر تبقى كلها فحم كده وتبقى حلوة. جهزنا بقى الايه السلافيس دي بقى، وحطينا البقدونس كده وجرنشنا يعني بمعنى اصح. وهنا كنا خلاص الحمام اهو كان خلاص طلع، وكمان بحط الرقاق في الاطباق. كان هنا بقى خلاص تقريبا بقى المغرب اذن.
انا بحبش الرقاق يتقطع كبير، بحب يعني يتقطع صغير بالمنظر ده. بحس ان الكبير ده بيسد النفس، لو انا نفسي فيه مش همد ايدي عليه يعني. فبحبه صغير كده بالمنظر ده. تمام، تعالوا بقى نرص الكفتة. لونها بجد يعني بيتكلم عن نفسه. كنا بصراحة كنا هنتهبل كلها على يعني على طعمها، كانت جميلة جدا. بألف هنا وشفا طبعا اللي كان منها. تحاولي بقى تعملي منها شكل كده و آه تجرنشي كده، ويعني تخلي سفرتك حلوة في التقديم. بس خلاص خلصت كده. فاضل معايا ايه؟ فاضل معايا الورق العنب. ما جبتلكوش صراحة طريقة الملوخية. عملتها على السريع كده، بس ان شاء الله ابقى اعملها معاكم في فيديو تاني. يا سلام يا سلام. بكرة راحة بقى يا جماعة، بكرة راحة. عندنا طبعا بقية الأكل، ومش هطلع لكم بكرة، هتوحشوني، وإن شاء الله أبقى أطلع لكم قريب بإذن الله. نقلب كده الورق العنب علشان خاطر يبقى في الغرف سهل جدا. برد خلاص، أنا بحب سخن. نغرف بقى كده بسرعة. كانت الخلطة اللي من تحت مدياله طعم خرافة، وكان حلو جدا. متكتريش في الطبق نفسه، عشان خاطر في كذا صنف يعني، فعشان كله يدوق من كله. تمام، فخلاص خلصنا، ودي سفرتنا. ويا رب اكون عند حسن ظنكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.